يا الله، خبر كبير من عند أنتروبيك اليوم. كلود 4 وصل. إيه، بصح جابوا معاه جوج موديلات جداد، أوبيس 4 وسونيت 4. كاين بزاف ما يتقال على هاد القدرات الجديدة والأدوات اللي زادوا زعما. أكيد. في هاد النقاش المعمق غادي نحاولوا نفهموا مزيان شنو الأساسي في هاد الشيء اللي وصلنا عليه، شنو الجديد في كلود 4، كيفاش داير مقارنة مع المنافسين، الثمن، وهاد الأدوات الجديدة بحال كود اكزيكيوشن و MCP كونكتور شنو هي بالضبط. مهم نعرفوا شنو اللي بصح مهم في هاد الهضرة كاملة. بصح هذا التحديث خطوة مهمة بزاف في العالم ديال الذكاء الاصطناعي، ماشي غير تحسين الأداء وصافي، ولكن كنشوفوا إضافة ديال شي قدرات اللي بصح ممكن تبدل كيفاش كنتعاملوا مع هذه التكنولوجيا، خصوصا في المجال ديال البرمجة وتطوير البرامج. المصدر كيورينا هذا الشيء في المقارنات مع GPT-4 وجيميناي، كيعطينا فكرة واضحة. إيوا، نبداو بهاد الأدوات الجديدة اللي ذكر المصدر. شنو أهم حاجة فيهم؟ كاينين شي حوايج مهمة بزاف. أولاً كود اكزيكيوشن تول، هذه مهمة. شنو كدير؟ هذه كتخلي الكلود فهمتي ماشي غير يكتب الكود ديال بايثون، ولكن يقدر حتى ينفذه في واحد البيئة اللي آمنة، ساند بوكس زعما. عندهم هما كلشي بالاي بي اي. واو، يعني بالاي بي اي. ايه، والمصدر كيأكد انها خدامة مع اوبيس 4 وسونيت 4 وحتى الموديلات اللي قبل. مزيان. وهذه خطوة كبيرة، يعني كتفتح الباب لتحليل البيانات مباشرة. مثلا ملفات CSV تقدر تلوحها بواحد الاي بي اي جديدة سميتها فايلز اي بي اي، فهمت. وتقدر تنفذ أوامر معقدة بلا ما تحتاج انت تجهيزات خاصة عندك. ولكن كاين شي حدود. طبعا كاين حدود للموارد. المصدر ذكر شي 1 جيجا ديال الرام و5 جيجا ستورج، وضروري الكود يستعمل مكتبات بايثون محددة، ماشي أي حاجة. ولا كيخدم كتر بحال شي مساعد اللي زعما كيدير الخدمة براسو، وفي عاوتاني كلاود كود لمساعدة المبرمجين ياك؟ بالضبط. هاد كود اكزيكيوشن كتقربنا لفكرة العميل الذكي اللي قادر يدير المهام. أما كلاود كود هذاك مساعد برمجة كيتدمج نيشان في التيرمينال أو في محررات الكود بحال VS كود وكارسر. كيجي لعند المبرمج في بيئة العمل ديالو. تماما. وكاين عاوتاني MCP كونيكتور. هذا شنو الدور ديالو؟ هذه كتسهل التواصل مع خدمات خارجية مختلفة اللي كتخدم بواحد بروتوكول سميتو MCP. هو بروتوكول باش يوحدوا طريقة التواصل بين الأدوات والخدمات. شركات كبار بحال جوجل ومايكروسوفت كيخدموا به. يعني كيوحد الطريقة. إيه، وهاد الأداة كتخليك تتصل بهاد الخدمات بلا ما تصدع راسك مع التفاصيل التقنية ديال كل وحدة فيهم، سهلة. وما ذكرناش واحد القضية مهمة في المصدر، extended thinking مع ويب سيرش. هادي شنو؟ إيه، هادي مهمة. كتعني الموديل ولا قادر يفكر ويبحث في الويب في نفس الوقت. زعما يلاه تعطاتو شي حاجة جديدة عليه. بالضبط. يلا شي موضوع ما كيعرفوش مزيان، ماشي غير يعتمد على داكشي اللي تدرب عليه، كيبحث ويتعلم في البلاصة باش يعطي جواب عميق وأكثر حداثة. مزيان هادشي. هاد الأدوات كتبان واعرة، ولكن كيفاش داير الأداء ديال كلود 4 فعلا مقارنة بالآخرين؟ المصدر فيه مقارنات. إيه، المصدر عطى تفاصيل على البنش مارك. كيقول أن كلود 4 وخصوصاً أوبيوس متفوق في المجالات اللي عندها علاقة بالبرمجة وهندسة البرمجيات. في البرمجة بالضبط؟ إيه، استعملوا واحد البنش مارك سميتو SW Bench، كيقيس القدرة على حل مشاكل برمجية بصح. في هذا المجال تفوق على الموديلات القدام ديال كلود وحتى على GPT 4.1 وجيميني وكودكس. ولكن واش هالتفوق شامل في كل شيء؟ لا، وهذه نقطة مهمة وضحها المصدر مزيان. التفوق كاين في البرمجة، ولكن مثلا في الفهم البصري، يعني القدرة باش يحلل ويفهم التصور والفيديوهات. موديل آخر بحال GPT-4o اللي المصدر سماه RU باقي هو الأحسن. يعني مش هو الأول في كل شيء. لا، هادشي كيعاني ان الاختيار ديال الموديل كيبقى ديما على حسب الحاجة ديالك. ما كاينش موديل واحد هو الأحسن في كل شيء. منطقي جدا. ندوزو للفلوس دابا، النقطة الحساسة. شو قال المصدر على الأثمنة؟ إيه، الثمن. أوبيوس 4 كيبقى غير للاشتراكات المدفوعة، يعني برو وماكس، وعن طريق ال API. صافي، يعني مش للعاديين. لا. أما سونيت 4 هذا ممكن تجربوه في العرض المجاني، ولكن بحدود، وهو متوفر في ال API بثمن أقل من أوبيس. ولكن وخاها كيك؟ وخاها كيك بصفة عامة الثمن ديال ال API ديال أنثروبيك
مازال كيتعتبر غالي شوية مقارنة بمنافسين آخرين. شحال تقريباً؟ أوبيس كيوصل ل $15 لكل مليون توكن في الإدخال و$75 في الإخراج. بزاف. $75؟ إيه. وسونت $3 للإدخال و$15 للإخراج. والتوكن باش نفهموه هو بحال جزء صغير من الكلمة باش كيحسبوا الاستهلاك والتكلفة. أعطوا شي مثال؟ إيه، المصدر أعطى مثال على طلبات EPI بسيطة كلفت شي $0.30 باش يعطي فكرة على التكلفة كيفاش دايرة في التطبيق. وخا الثمن شوية طالع، ولكن ما ننساوش التحصيلات الأخرى. الواجهة مثلا UI قالوا تحسنت بزاف. عجبني ذاك المثال في المصدر ديال تعليم البرمجة للدراري الصغار بالقصص. بالصح. والميزة ديال Artifact اللي ولات كتعرض النتائج بحال الكود أو الرسوم البيانية بطريقة منظمة ومفيدة مفصولة عن الشات. فعلا. وهاد الميزة ديال Artifact كتخلي التعامل مع المخرجات اللي معقدة أسهل وأوضح بزاف. إذن يلا بغينا نديرو خلاصة لهذا النقاش. كلود فور جاب تحسينات كبيرة خصوصا للمبرمجين والمطورين، ياك؟ بفضل أدوات بحال كود Execution و MCP Connector. إيه، والتركيز على البرمجة واضح. ولكن كيف ما قلتي عامل التكلفة باقي مهم وخاص الواحد ياخده بعين الاعتبار. بالصح. وهذا التوجه كامل كيورينا واحد الحاجة أساسية: الذكاء الاصطناعي غادي وكيتطور، ما بقاش غير مساعد كيجاوب وصافي، ولا غادي يولي بحال شي عميل ايجنت زعما قادر يتفاعل مع العالم الخارجي وينفذ مهام معقدة. عميل ذكي. بالضبط. هذه القدرة على تنفيذ الكود والتواصل عبر بروتوكولات بحال MCP هي خطوات واضحة في هالطريق ديال الأتمتة الذكية. الأتمتة automation ديال عمليات معقدة بهاد الأدوات الجديدة. شنو هي شي عملية معقدة في شي مجال، مثلا في تحليل الأعمال ولا البحث العلمي أو حتى إدارة المصاريف الشخصية اللي كانت صعيبة ولا كتاخد وقت طويل بزاف، ودابا ممكن تدار بطريقة أسهل وأسرع كثيراً، طريقة ما كانتش ممكنة بنفس السهولة من قبل؟ فكرة مزيانة للتفكير فيها.